المدارس. شفنا حضراتكم كمان يعني في جمعيه مصر الخير برعايه قناه المحور وزعت كميه من البطاطين والسلع الغذائيه في عدد من المناطق الفقيره تحديدا في منطقه امبابه. تعالوا نشوف تقرير زميلتنا نيفين سليم. المفروض ان احنا نوزع النهارده 8500 بطانيه في منطقه امبابه بالاشتراك مع برنامج 90 دقيقه قناه المحور. المفروض حضرتك اللي احنا بنوزع 8500 بطانيه على جمعيه مظله او بالمعنى جمعيه وفي جمعيات فرعيه. البطاطين دي بتتوزع على الجمعيات الفرعيه بحيث ان احنا نقدر ننتشر في اكبر قدر ممكن من المناطق الشعبيه والاكثر احتياجا، وبرضه بالاشراف اللي احنا بنشرف على توزيع البطاطين ديت على الحالات المستحقيه الاكثر استحقاقا. المفروض ان بيتعمل بحث وبينزل تقييم، عندنا اداره جمعيات بتنزل تعمل تقييم للجمعيات ديت وبتشوف الحالات على الطبيعه، وبنعمل بحث اجتماعي وبنشوف الحالات الاكثر احتياجا وعلى اساس ده بنوزع البطاطين عليهم. حمله الاغاثه السنه دي احنا ناويين نستهدف 2000 منزل، هنشتغل على ان احنا نضمن فيها المنازل، وكمان كان ان شاء الله يعني احنا شغالين على 3 عناصر اساسيين في الاغاثه. ان احنا اهم حاجه او اول عنصر اساسي هو عنصر الوقت، ان احنا نكون موجودين قبل ما تحصل اي حاجه، وان احنا نقدر نوصل للاسر بشكل سريع ونقدم لهم الخدمات اللي متناسبه معاهم او اللي هم محتاجينها فعلا، ما نكونش بنقدم خدمه هم مش محتاجينها. الحاجه الثانيه ان احنا شغالين على عنصر الانتشار، وده قدرنا نحققه من خلال تواجدنا في مكاتب المؤسسه الموجوده في محافظات الصعيد وشمال سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين. وقدرنا ان احنا نشتغل كمان، هنعمل تعاون مع هيئات دوليه متخصصه في مجال الاغاثه والطوارئ عشان نتبادل الخبرات، وان احنا نقدر يكون عندنا آلية يعني نتعامل بيها مع الموقف بطريقه صح، ما نكونش ان احنا نستنى لحد ما تحصل الكارثه او الازمه لا قدر الله ونبدا نتعامل معاها. حمله الشتاء بمشاركه برنامج 90 دقيقه افادتنا كتير في ان احنا هنقدر نوصل لكل الناس من خلال البرنامج، وان احنا طبعا انه كل المصريين يقدروا يشاركوا معانا في الحمله بوقتهم ومجهودهم معانا وتبرعاتهم معانا عشان نقدر نساعد عدد اكبر من المستفيدين.